السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا مره اخرى. ان شاء الله في هذا الفيديو غنقدم لكم الدجاج المحمر. الدجاج المحمر ان شاء الله قبل ما نحمرو ولا قبل ما ندير اي حاجه، من بعد ما غسلته مزيان بالماء ونقيته من اي حاجه غتكون فيه من الريش، من اي حاجه غسلته مزيان. بعد ما غسلته مزيان بالملح والحامض خليته تسقطر مزيان حتى نشف. هنا هذه المرحله الاولى دوزنا. المرحله الثانيه هذا الخليط شنو فيه؟ هذا الخليط درت فيه الحامض يكون البلدي ولا المصير كاع. الا كان مصير درت معاه معلقه كبيره في دجاجه وحده. المهم درت معاه واحد المعلقه كبيره ديال سكينجبير وواحد جوج معالق كبار ديال الفورص. خلطتهم مع هنا. زدت عليهم الماء يعني باش يكون جاري شويه، ما يكونش عاقد، باش ما داك الفورص ما يروح ليناش، يعني داك الفورص ما يلصقيناش في الدجاجه. غناخذوا الدجاجه هذه نحاولوا نعمروها مزيان. الدجاجه نحاول نعمروها مزيان بهذا الخليط من الداخل ومن برا. كيف ما كتشوفوا انا درت وسطها واحد نص حامضه. غادي نخليها حيت انا ما غاديش نخدم بها دابا حتى الغدا. غادي نحط هذا الشيء، هذا الخليط في وسط الدجاجه ومن برا ديالها. نخليها ترقد فيه واحد نص ساعه هكاك. نص ساعه هي مرقده فيه. غنديرو مزيان الصدر وكل شيء بحال هكا بهذه الطريقه، بحال كنشللها به بهذه الطريقه هذه باش تشوفوا يعني من اي جانب. ونخليها على الصدر ديالها مرقده فيه واحد مده نص ساعه هكاك، نص ساعه وهي مرقده فيه. من بعد ما دوز ديك نص ساعه غادي نسقطو هكا، يعني ما غنشلوش بالماء، نخليه هكا. غادي ناخذ عندي الزيت البلدي. راس معلقه، يعني نص معلقه صغيره ديال المروزيه. هذه من هاد المقادير بالنسبه للدجاجه وحده. ديك الساعه الا ضعفتوا الدجاج غادي تضاعفوا شويه المقادير، الثومه كلشي. هنا درت معلقه صغيره ما عامراش بزار، يعني معلقه صغيره ما عامراش مزيان ديال البزار، معلقه صغيره عامره ديال الخرقوم الصفر ديال الخرقوم، معلقه كبيره ما عامراش مزيان سكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الملحه بطبيعه الحال حتى طيب ديك الساعه. معلقه صغيره ما عامراش حتى هي مزيان. المهم طيب نرقد فيها هاد الدجاجه حتى طيب ديك الساعه، ونشوف الا خاص الملحه نزيد باش ما نكثرش. نصدق واحده في الملحه بطبيعه الحال، شويه الربيع والمعدنوس، 3 د الفصوص ديال الثوم في الدجاجه وحده، نص حامضه صغيره مرقده. حيدت غير اللب ديالها، انا غنخدم غير باللب هذا غنخليه للتزيين، ومعلقه صغيره ديال الهريسه الحاره يعني ما عامرش مزيان، والزعفران الحر درتو في واحد القريصه ديال الماء. اصلا خلاص هاد الماء غادي نخلط فيه كلشي. هاد الزعفران الحر حتى نعاود نرجع الخليط هنا. غادي ندير فيه داك راس معلقه ديال راس الحانوت، داك نص معلقه ديال راس الحانوت. غادي ندير الثومه، غادي ندير كلشي في موينكس ونتهنى. غادي ندير اللب ديال نص حامضه مرقده صغيره، ومعلقه صغيره ما عامرش مزيان ديال الحروم ولا عامره مزيان على حسب نتوما الذوق. كما قلت لكم العطريه نعاود معلقه صغيره عامره بالخرقوم، معلقه صغيره ما عامرش مزيان بزار، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال السكينجبير. كتعرفوا الدجاج كيبغي السكينجبير بزاف. غادي ندير هذاك الربيعه باش ما نتعذبش معاه، ولا نقطعو بالموس شويه. يعني كلشي دابا ساهل. نحاول ندير شويه الزيت البلدي، بحال هكا. غنضيف واحد كميه ديال واحد شويه الماء بحال هكا كما كتشوفوا، غير شويه ما نكثرش. غادي نضيف نص معلقه صغيره ديال السمن، غير نص معلقه صغيره ديال السمن، وغادي نخلط كلشي مع بعضياتو. بسم الله. كيف ما كتشوفوا هو تطحن. غناخذ ديك الزلافه اللي ديجا درت فيها الزعفران، غادي نحط فيها داك الخليط هكا فليحات في الصدر باش يدخل فيه البنه مزيان بحال هكا. ندخل موس مزيان داخل بحال هكا بالطريقه هذه.
باش تدخل فيه نيت الطياب والبنه. عاد غادي نعمر الدجاجه بحال هكا، نحكد مزيان هاد القوام، ندخلهم هنا. هاد اي بلاصه اي جانب خاوي غادي ندخلو فيه القوام مزيان بحال هكا، ونحكوه بحال هكا باش تدخل ديك البنه في الدجاجه. ممكن نعقدوها ممكن ما نعقدوهاش، انا رجل على رجل ونحاول ندخلهم في هاد الجهه هادي بحال هكا بهاد الطريقه هادي، نكتف ليها غير رجليها مزيان. بالنسبه للمبتدئات حاولوا احسن تعقدوها باش ما ديرش معاكم ولا تغلب عليكم. هي اصلا غالبا الصدر اللحظه الاولى كاع كتبقى طيب غير على الصدر. من بعد ما باتت الدجاجه مرقده مزيان في القوام في الثلاجه كيف ما كتشوفوا، غادي نحطوها في شي اناء في كوكوط ولا، حيت ما غاديش نسد عليها بالضغط. كتعجبني الكوكوط علاش؟ حيت كتكون ثقيله كيطيب على خاطرو الدجاج او اللحم، ما غاديش نسد عليها بالضغط، نسد عليها عادي. غادي ناخذ 2 بصلات كبار مشمضين او مقطعين رقائق بحال هكا، 3 البلاص ولا 3 البصلات متوسطين بحال هكا كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذ نص الكميه نلوحوه على الدجاج، والنص غنخليوه حتى نحيدو الدجاجه باش نخليوه يتدغمر بهذه الطريقه. يعني في كل بصله كنديروا في كل دجاجه كنديروا 2 بصلات كبار. الكبده كيف ما كتشوفوا غنخليها حتى من بعد باش نديرها مع البصله الاخرى. العناق والقنصه والقلب غادي نديرهم مع الدجاجه كيف ما كتشوفوا. ريحتهم كتشهي، ريحه الدجاج مبيت في داك القوام وداك الشيء. غادي نشللها بشويه الماء في الجنب، ما نكبش ديما على الدجاج الماء، غير في الجنب. واحد العويد ديال القرفه نخليوها طيب معاها، ونديرها فوق البوطه تشحر شويه، نخليوها ديما غير على الصدر، نبقى نحركوها هكا وهاك صافي، ونمرقوها. نكبوا الماء غير من الجنب، ما نكبوش على الدجاجه باش ما نشلوهاش، ونخليوها طيب على خاطرها على نار مهيله ولا متوسطه حتى طيب على خاطرها. الدجاجه خاصخليوها عاد على السبل ديالها، ما تقادوها غير بحال هكا من هاك لهاك، يعني ما تبقاوش تقلبوها، حيت بقيتو كتقلبوها غادي تهرى ليكم ودغيا كيطيب من الظهر ديالو الدجاج. داكشي علاش خليوها غير على السدر اللي كيبغي الطياب، وهي داك الفوار اللي كيطلع وديك السخونيه غادي طيبها كلها، يعني ما تحتاجش تقلبوها حتى الاخر حتى منين طيب مزيان عاد قلبوها شويه على ظهرها كما قلت لكم 10 دقائق. هنا غادي نضيف واحد شويه د الخرقوم، كما كتعرفوا الدجاج كيبغي شويه يكون فيه الخرقوم مزيان. انا كيعجبني غير البلدي الصراحه، غادي نضيف غير البلدي، راه هو حتى هو كيعطي اللون، غير الخرقوم البلدي. من بعد كنمرقوا الدجاج ديالنا كما كتشوفوا، راه البصله صافي دبلات، ريحته الصراحه طالعه روعه. كما كتشوفوا البنات راه الدجاج محمر، كما كتشوفوا البنات راه الدجاج محمر ساهل. وكنهضر خاصه مع كما كنقول دائما المبتدئات اللي ما عمرهم طيبوا، اللي مخلوعين منه وكيقولوا لا راه واعر وكايناش، غير توكل على الله، راه ما كاين ما سهل منه، باش تخليها طيب. دابا كنمرقوا كما قلت لكم، نكبوا غير من الجنب، ما نكبوش فوق الدجاجه باش ما نشلوهاش. القدر اللي نتوما حطيتو فيه الدجاجه، حطوا الدجاجه بهذه الطريقه هذه، خلوها طيب على خاطرها فيه بهذه الطريقه هذه، ماشي تتغطوا، خلوها طيب كما قلت لكم غير على الصدر ديالها. دابا نخليها هنا، ما نخافش منها، غير على الصدر ديالها كما قلت لكم. خفتوا منها بالنسبه للمبتدئات، خفتوا منها عقدوها بالخيط احسن. شوف انا ديجا عندي هذا منسم بالزيت البلدي وبالحامض وبالقوام اليازير والزعتر، بزاف ديال الامور كنت ديجا رقدته. ان شاء الله في فيديو اخر نوريكم طريقه ترقاد الزيتون، كيجي بنين. علمتها لي الوالده الله يطول لي عمرها، خليها لي. فقط خذوا الزيتون العادي اللي بلا عظم، داك اللي متقوب من الوسط، وقطعوه داك اللي مقطع، وعاودوا ديروا بهذه الطريقه هذه، قلبوه مزيان باش يتقلب بطريقه صغيره زوين. بالنسبه لهذا الخليط كما قلت لكم هو اللي غنزين به، شديت داك الزيتون قطعته رقيق بزاف بحال كاع طحنته بديك الموس. معلقه ديال المطارد هي هذه، ونص معلقه ديال الهريسه،
والمعدنوس مقطع بحال هكا رقيق، شويه المعدنوس غنخلطو مزيان وغرياتو ونزين به الدجاج. كيجي بنين صراحه. كنشد واحد جوج حامضات متوسطين بحال هكا ولا صغار، هما نعمرهم بهاد الحشوه هادي. بالطريقه هادي ونزين بهم في الجانب ديال الدجاجه، ونحطهم من الفوق اللي يعجبكم نتوما تزيين على حسب الرغبه. كيف ما كتشوفوا البنات، هو المرق بدا كيختار والدجاجه راه بدات كطيب. غادي نبقاو نحركوها غير هاك وهاك. كيف ما كتشوفوا البنات غادي نحاول نصفرها مزيان. من بعد كنضيف ديك الكميه ديال البصله اللي بقات هنا. غادي نضيف ديك الكبده هكاك صاينه، حيت هي اصلا بلا ما تحتاجوش تقطعوها، هي غير ملي كتبدا طيب وتحركوا راه كتهرس. الزيت البلدي، الزيت البلدي اللي غنضيفو غادي نخليها حتى الزيت البلدي، حتى الزيت البلدي كيعطيها واحد اللون زوين وكيعطي واحد النكهه زوينه الصراحه. غادي نضيف غير شويه الماء فاش طيب ديك البصله باش يلاه تجيني هي هذيك، حيت المرق عندي هو هذاك دابا، ولكن من بعد هاد المده ديال الطيب غادي ينشف بزاف ما يبقى لي ما نحط، يعني غنضيف شويه الماء باش طيب فيه البصله. الان غنضيف لها واحد المعلقه صغيره ديال السكر صغير هكا، غادي نحرك مزيان بحال هكا. الا بقات عندنا الكبده صاينه نشدو نقطعوها طريفات نحركو مزيان، نخليوها تغمر مزيان على نار دابا مهيله، خلي على نار مهيله ولا متوسطه، نبقى نحرك فيها ونخليها معريه ما نغطيش عليها باش تتغمر. قلت لكم نعاود درت معلقه صغيره ديال المطارد، نص معلقه ديال الحرور ديال الهريسه، مع واحد شويه ديال الزيت البلدي ديال زيت الزيتون، يعني معلقه كبيره هكاك، معلقه ونص. غنخلطهم مزيان، غندهن بهم الدجاجه بالطريقه هذه، ندخلها الفران تحمر. نقلب منه خاصه الصدر، راكم عارفين الصدر هو كيبغي الطياب والبنه مزيان. جربوها والله غتعجبكم وغادي تشكروني عليها، خصوصا المبتدئات اللي ما عمرهم داروا الدجاج المحمر وكيخافوا منه، راه دغيا طاب ما شدش بزاف د الوقت. الطبق ديالنا هو واجد كما كتشوفوا، كيجي الصراحه بنين بزاف. احسن شي لو تقدموه في طبسيل بيض باش يبان الديكور. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تابوناو معايا، واهم شيء انكم تجربوا الطبق ديالي وتردوا عليا. تهلاو في راسكم، لا اله الا الله محمد رسول الله، مع السلامه.